اسمك ايه؟ اسمي شنودة صمويل شنودة. كارلوس موندي. عندك كام سنة؟ 15. عندي 15 سنة. هوايتك ايه يا شنودة؟ لا، حاجات كتير. عندك الكورة طبعا زي أول. تمثيل ورسم. نفسك تطلع ايه؟ حاجة ليها علاقة بالبرمجة أو ممثل، يعني لو اتطورت في الموضوع أكتر. نفسي أطلع حاجة ليها علاقة بالبرمجة والذكاء الاصطناعي والحاجات الجديدة دي. مين مثلك الأعلى؟ والدي طبعا. مجد الكدواني. ايه أهدافك في السنة الجديدة؟ أظبط مذاكرتي وأخس. نفسي أقرب من ربنا أكتر علشان وقعت في مشاكل كتير السنة اللي فاتت، فاهم؟ فكان كل ده بسبب إن أنا بعيد عن ربنا. حطيت أهداف السنة اللي فاتت؟ كتير أوي. كتير أوي. أنجزت ايه منهم؟ ولا أي حاجة. نفذتها؟ لا. كانت ايه؟ أخس. ايه بيوقعك أو بيخليك ما بتكملش في أهدافك؟ الكسل. نفسي يعني انا في ساعات لما بقع في حاجه، فاهم؟ وبالذات لما ابقى حاجه مش عايزها قوي بقع بستسلم، فاهم؟ ما بحاولش عليها تاني ما فخلاص. بتلتزمش يعني؟ ما خلاص. بتعمل ايه لو وقعت؟ لو حاجة بحبها هحاول عشانها. لو حاجة مش فارقة معايا قوي ممكن يعني واحدة واحدة، بس يعني لو حاجة بحبها أكتر هتكمل؟ لو حاجه انا ببقى عايزها، لا بقوم وبحاول اكمل، حتى لو وقعت تاني بقف تاني. نفسك تتغير زي مين في الكتاب المقدس؟ زي مين في الكتاب المقدس؟ زي داود لما وقع في الخطيه بعد ما بقى ملك ورجع تاب تاني. بولس الرسول. شايف الكنيسة بتساعدك إنك تكون أفضل؟ طبعا في حاجات كتير، يعني مثلا لما ابقى متضايق اروح اعترف، لو خادم قريب مني بروح احكي له، فانا مش محتاج حاجه اكتر من كده. معاكم أمير حنا في بودكاست زوم إن. ليه زوم إن؟ علشان بنزوم إن على المواضيع اللي خاصة بالشباب. النهاردة معانا في حلقتنا حد بنحبه قوي وأنا مبسوط اللي هو معانا النهاردة، هو أستاذ هاني نجيب. إيه الأخبار؟ الحمد لله يا أمير، أنت أخبارك إيه؟ الحمد لله حبيبي. شكرا على الاستضافة الجميلة دي. حبيبي أنا مبسوط اللي أنت معانا بجد، دي حقيقي. من أول الناس اللي كنا بنتكلم إن هي بتيجي تحضر معانا علشان أنت طريقتك حلوة وقريبة قوي من الشباب، فمبسوط اللي أنت معانا. ربنا يدينا نعمة حبيبي. سمعت الشباب وهي بتتكلم عن موضوع ايه اهدافهم، ايه عايزين يغيروه في السنة الجديدة. سمعت الشباب ده حقيقي. ايه رأيك طيب في كلامهم؟ بص، الحقيقة الموضوع ده يعني هو الشغل الشاغل للبشرية عموما، يعني احنا من ساعة ما بنبتدي نوعى للحياة لحد تقريبا لما بننتهي خالص، واحنا بيبقى عندنا طموحات ان احنا واهداف ان احنا ننفذها في حياتنا. بننفذ منها ايه يعني؟ ده النادر. ده موضوعنا. ده اللي احنا بنحاول وبنجتهد في حياتنا ان احنا نحقق اهدافنا اللي حطناها بالظبط. طيب قول لي انت، بما اننا في بداية السنة، ايه رأيك في السنة الجديدة؟ ممكن نعمل ايه يفرق في حياتنا في العموم؟ بص، احنا من صغرنا دايما مع راس السنة لازم نحط اهداف للسنة الجديدة. الساعة 12 بالليل بالظبط، بتاعت 12 بالليل دي اللي هي بتروح كلها الصبح. تاني يوم. المشكلة الأساسية هي الجدية. أنا لو جدي في الخطة اللي بحطها للسنة الجديدة هقدر أنفذ منها حتى لو جزء بسيط، مع أني صدقني لو في جدية هنفذ منها جزء كبير مش جزء بسيط. التزم بالحاجات اللي حطيتها. ده حقيقي. يعني مثلا أنا قلت بداية من السنة الجديدة هصلي صلاة باكر كل يوم. لو أنا جد في تنفيذ دوت هصليها كل يوم. هقع مرة، هقع 2، هقع 5، هقع 10، لكن هرجع تاني التزم باللي حطيته. بالظبط، ان انا عندي هدف بجري وراه. لو انا جد. لكن لو انا مش جد يعني هصحى الصبح متأخر، هيصحوني بالعافية، هلبس اي حاجة الاقيها واطلع اجري عشان الحق المدرسة او شغلي. ايه اللي هيحصل؟ مش بصل عشوائية طبعا. انا فاكر مرة سألت، كان في بتحاور مع ولد عندي في الخدمة، كنت فاكر في ثانوي او في اعدادي. فكنا اتكلمنا في حتة الصلاة دي، فبقول له انت بتصلي الصبح؟ بقول له انت بتصلي بالليل؟ قال لي لا، ما انا ببقى نايم. قلت له طب الصبح؟ قال لي ما انا برضو ببقى نايم. ما بيصحاش. ولما بصحى متأخر وبطلع جري. فهو عايش مش فارق اصحى بالزبط. امتى انام امتى. الصلاة مفيش جدية في الصلاة اللي انا حاططها. ونقطة كمان مهمة هي غياب الهدف. يعني مرحلة زي المرحلة اللي احنا فيها، مرحلة ثانوي، لو انا عندي هدف
حقيقي هسعى بكل قدرتي ان انا اوصل له. انا عايز اخش الجامعه الفلانيه، انا هسعى بكل قدرتي ان انا اذاكر واجتهد عشان خاطر اجيب مجموع كويس يأهلني للجامعه اللي انا عايز اخشها. مظبوط. طب انا ما عنديش هدف، مش هعمل حاجه، هضيع في النص. مش هعمل حاجه، مش هيبقى فيه التزام عليا في اي شيء. انا مش هحس من جوايا ان انا عايز اجتهد او اتعب عشان خاطر اوصل. هفضل نايم على كنبه زي الكنبه بتاعتنا دي كده، وطموحي ان الهدف يحصل لوحده، وفي الحقيقه دي ما بتحصلش. اوكي. فالجديه هي اللي بتصنع تحقيق الطموح. يعني انا فاكر قصه كان ابونا بولس جورج حكاها عن البابا شنودة. كانوا في قاعده، كان ابونا بولس كان بيحكي يعني ان هو كان لسه صغير، كان في ثانوي، دي وراحوا عن جديه البابا شنودة، عن الجديه ازاي هو حاطط هدف قدامه وبيحاول يجري وراه. كان ابونا بولس لسه كان صغير، كان في ثانوي، وراح الدير الانبا بشوي وقابلوا البابا هناك بالصدفه، كانوا رحله تبع الكنيسه. اوكي. فطلبوا البابا ان هم يقعد معاهم. كان البابا طبعا لسه صغير، يعني لسه كان بطرك بقاله فتره صغيره. فهم قاعدين. الأديرة زمان كانت، ابونا بولس بيحكي ان الأديرة زمان كانت على قد حالها خالص، يعني ما فيهاش ميه وما فيهاش كانتين، ما فيهاش اي حاجه غير دلوقتي خالص. كانت الدنيا بسيطه. فهم طبعا قاعدين والجو كان حر، حتى الميه مش لاقيينها. فلما بابا جه قعد معاهم، جه حد من رهبان الدير سأله تشرب ايه يا سيدنا، شاي ولا عصير؟ فقالوا لا اشرب عصير. فابونا بولس بيحكي بيقول طبعا انا قاعد يعني هموت في بق ميه. وانت بتشرب عصير حتى مش الشاي الرخيص، لا كمان عصير. فطبعا البابا كان لماح جدا، فاخد باله من طريقه ومن الاسلوب اللي قال بيها الشاب ده. فلما جاله العصير، الشاب ده اللي هو ابونا بولس، اللي هو ابونا بولس، فلما جاله العصير فراح جه البابا قال انا عايز احكي لكم ليه طلبت عصير وما طلبت الشاي. مش هيسيبه، فطبعا ابونا بولس طبعا يعني بيقول انا كنت في نص هدومي. بيقول ان انا اب اعترافي كان مديني التدريب وهو لسه نظير جيد، كان لسه شاب عنده 17 16 سنه، ان هو يصوم لحد الساعه 3 وعدد مطنيات معينه. فكان البابا بيحكي بيقول ان كانت نقطه ضعفه دايما هي الشاي، كان يحب الشاي جدا. فبيقول طبعا وانا بدل مطنيات وقت الصيام كنت ماجي كل ما ادي مطنيات كوبايه الشاي عماله تعدي من قدام عيني، مستني يخلص علشان الشاي. اجي اصلي الصلاه كلها بتتمحور حوالين كوبايه الشاي، ازاي هتبقى سخنه وكم معلقه سكر. فقال رحت وقفت صلاه وقلت له يا رب اوعدك ان انا مش هشرب شاي تاني من النهارده مدى الحياه. هو صغير التزم ان دي حاجه بتعطله، خلاص هيوقفها. الجديه مع ربنا، الجديه. هو حاطط ان الصلاه والصوم في هدف لحياته هيوصله للمسيح. جديه، حاجه تعطلني انا هتخطاها عشان اوصل للي انا عايزه. فده يترجم في حياتنا كلها، حياتنا مع ربنا، حياتنا في كنيستنا، حياتنا في بيتنا، حياتنا مع مذاكرتنا، طموحنا في حياتنا كلها. لو انا عندي الجديه اللي البابا شنودة، وهو كان ساعتها نظير جيد، كان لسه شاب، لسه صغير تقريبا نفس سن ثانوي يعني او اولى جامعه، ده اللي خلاه البابا شنودة في الاخر. ده اللي خلاه البابا شنودة. حط هدف في حياته، وصل. النجاح اساسه الجديه في الحياه، ان احط خطه امشي عليها. طيب علشان ما تهش، احنا لحد دلوقتي وصلنا في حته ان احنا هنحط حاجه نبقى جد فيها وملتزمين بيها وابقى شايف هدفي بالظبط. تمام معاك. النقطه التانية والاهم الالتزام. انا حطيت هدف لحياتي او حطيت خطه للسنه الجديده، ما احطش خطه مبالغ فيها. يعني ما اقولش انا هصلي 7 صلوات بتوع الاجبيه، احط خطه واقعيه. وانا ما كنتش بصلي ابانا الذي اساسا قبل ما انام، انا كنت بتوب وبتقلب على السرير فأنا اكتر يعني بقول نصها اخلص متى في اسبوع، بقول نصها في الحلم. احط او اخلص انجيل كامل في اسبوع، في اسبوع. ما هو واقعية. مش هوصل. أوكي. ومش ده مش هيحصل، وفي ايام كتير هقع فيها، فلما هقع هحس بالاحباط. لازم احط يعني حاجه بلان متوسط. ولازم كمان يبقى البلان دوت مع حد، يعني خصوصا لو حاجه روحيه، مع المرشد بتاعي، مع اب اعترافي، هو يقول لي هتصلي قد ايه، هتقرا قد ايه، لان هو اختبر ده كتير وعارف قدرتي هتقدر تنفذ ايه بالظبط. وهو شاف كتير جدا في حياته، فهيقدر يديك الشيء اللي انت هتقدر تنفذه وتحققه
مش اللي هيحبطك وهيضايقك يعني انت مثلا انا هقرا 5 اصحاحات في اليوم. انسى طب وبعدين ما قريتش النهارده فبكره مطالب مني 10. 10 طيب ده جه 7 يناير العيد و6 يناير كنت باكل لحمه ادي كده يومين بس. و8 يناير تعبان من الخروجات، فكده انا مظبوط. عندي 15 اصحاح مع الخمسه بتوع يوم 9. دمرت الالتزام اتدمر. خلاص كده ما لازم اكون في جدية قدراتي ابقى عارفها، حتى في مذاكرتي، حتى في علاقاتي مع الناس، حتى في شغلي، في كل حاجة لازم احط خطة ابقى انا مدرك ابعادها ايه واقدر انفذها ولا لا. مظبوط. هتفشل، كلنا هنفشل يعني انا فاكر ان انا لما كنت في اعدادي يعني اتمنى ولادي ما يسمعوش الحتة دي في يوم من الايام. ممكن قصة. جبت ملحق. اوبا. كان بالنسبة لي الموضوع ده يعني كان محبط إلى أقصى حد، اتضايقت جدا وتأثرت نفسيا إلى أقصى حد، بس كانت نقطة وقفت عندها وحياتي اتغيرت كتير بعد كده. حلو قوي جدع. من إن أنا كنت بذاكر أي كلام وكنت بجيب درجات أي كلام لحالة من مش هقول التفوق، بس هقول بقى فيه إن أنا مش هعيش التجربة دي تاني مدى حياتي. انت اكنك خدت خبطة. بالظبط. ما عشتهاش في الدراسة، عشتها بعد كده في الشغل، وقعت كتير، فشلت كتير في شغل وبتاع، بس عرفت تقوم. ان فكرة ان انا بقوم، حلو. وربنا دايما امين معانا لما يشوفنا بنجتهد وبنتعب بيكمل. ومش بس بيكمل بطريقة عظيمة. يعني هقول لك قصة دي حقيقية. كان في واحد اسمه ويليام. ويليام ده كان راجل موظف في بلد أرياف، موظف حكومة. كان بيخلص شغل كل يوم الساعة 2:30، يروح الكنيسة، كان في كنيسة جنب بيته، يبقى في الكنيسة الساعة 3 بالظبط، يخش قدام الهيكل كل يوم ملتزم وجد زي ما انت ما قلت. على مدار سنين يخش قدام الهيكل يسجد ويقوم يقول كلمتين بالظبط ويمشي. قعد سنين على هذا الوضع. بيقول ايه الراجل؟ لدرجة ان ابونا طبعا في الارياف بيبقى الناس عارفة بعض يعني غيرنا وبيركزوا قوي مع بعض. فابونا لاحظ ده سنين، فقال انا لازم اعرف هو بيقف يصلي يقول ايه كل يوم في نفس الوقت. فوقف ورا ستر الهيكل الساعة 3 ل 5 وقف يسمعه. فوقف جه الساعة 3 دخل سجد ووقف. فابونا طبعا ايه حاطط ودنه انا هجيب فراح قال له، فسمع بيصلي يقول ايه ايها الرب يسوع ويليام هنا. بس ما بيتفزلكش، راجل بسيط بس وراح مشي. قال طب بكره هعيد التجربه تاني معاه واشوف. لقى نفس الكلام كل يوم. فجاه التزام جدا. فجاه اختفى. يستناه يوم 2/10 ما جاش. بدأ يسأل عليه، سأل الغفر وبتاع. المهم ايه لحد ما عرف وبيته، راح بيته قالوا له ده تعب ودخل المستشفى. راح له المستشفى زاره وقعد معاه شوية في النهاية بيسلم عليه بيقول له يلا بقى عشان خاطر ترجع تاني الكنيسة وتقوم بالسلامة. قال له بصراحة يا ابونا انا مش عايز اخف. فاستغرب قوي ابونا، قال له ازاي في حد مش عايز يخف؟ قال له بص انا لما كنت موضوع ترد اكيد قبل معايا كنت كل يوم اروح الكنيسة واقف قدام ربنا واقول له ايها الرب يسوع ويليام هنا. دلوقتي كل يوم الساعة 3 المسيح يجي لي يقول لي ايها الاخ ويليام يسوع هنا. جميل. الجدية والالتزام. ربنا بيشوف الحاجات الصغيرة خالص مننا ومجهودنا الصغير عظيم جدا وكبير جدا. لو احنا عندنا الجدية والالتزام ما عندناش، ما خلاص هحط حاجات ومش همشي. يعني في البداية لما انت استضفت الشباب كان في حد منهم انت سألته مين مثلك الأعلى؟ موندي طبعا قال ماجد الكدواني نفس الشكل نفس الحجم. عجبني بقى اللي قال بابا فعلا. ده معناه ان الاب كان ملتزم ومجتهد جدا في تربية ابنه وفي حياته كلها، فنتج والولد شايفه باستمرار بالزبط. فأخده مثلا وده اللي المسيح عمله معانا. المسيح ما تعاملش معانا وهو عايش في كوكب تاني زي ما بيقولوا. ده جه على الأرض عشان نعيش معاه الأبوة ديت، نشوف نموذج حي نحيا بيه. يعني أحلى نموذج. المسيح حط خطة لخلاصنا من 5500 سنة قبل الميلاد. حط خطة والتزم بيها. كان جد فيها. الشعب تعبه لدرجة مرة هلكوا ومرة
بس فضل ملتزم بخطته ومكمل. اللي حصل معاه مثلا مع نوح واللي حصل ده ممكن نعتبره نوع من انواع مش هنقول الفشل طبعا، حاشا الله لان الله يفشل، بس هنقول نوع من انواع ان الخطه اتعطلت شويه، لكن الله كان حاطط هدف قدامه اللي هو احنا، وكمل مظبوط. عشان يوصل له. حتى لما جه العالم كان حاطط هدف اساسي اللي هو احنا وخلصنا. فحاول بكل الطرق ان هو يعيشنا الحياه ديت، يدينا النموذج ده. شوفوا انا بجتهد ازاي، مظبوط. لدرجه ان انا تنازلت من السماء وجيت لكم سبت كل ده عشان وعايش معاكم. احقق الالتزام اللي عليا. انا بعمل ايه جدية. عشان احقق الالتزام او الخطه او المفروض اعمله، البلان اللي حاططها لنفسي عشان المفروض اعمله؟ بذاكر ازاي ولا ما بذاكرش؟ معاملاتي في البيت ازاي؟ سلوكي مع اصحابي، مع اهلي، في كنيستي، في مدرستي. اسالك على حاجه، لو انا بعمل كل ده، انا حطيت نظام وملتزم بيه وجد فيه، بس انا سلوكي وحش، ده ايه؟ بص، هي معادله. انت مش ينفع يعني تبقى انت ناجح في جزء وفاشل في الجزء التاني. ما سمعناش عن حد كده ابدا، يعني ما سمعناش. لازم المعادله تبقى كامله عشان تقدر توصل لنتيجه مظبوطه. لازم يبقى انا الخطه اللي حاططها واللي بجتهد عليها واللي بسعى عليها مرتبطه بسلوكي في حياتي. يعني انا هبقى ناجح في كنيستي وفي نفس الوقت انا بره بكذب وبشتم لا، مش هتنفع. انا هبقى ناجح في مدرستي وفي نفس الوقت بشوف بره العيال اروح ضاربها وشاتمها ومبهدلها. هبقى انا مش حقيقي اصلا. ما شفناش حد كده، او ما فيش علاقه، دي تبقى علاقه مع ربنا تبقى مزيفه مش بالظبط. حقيقي. وممكن انجح، يعني ممكن انجح مثلا في السنه واجيب مجموع حلو واخش جامعه، لكن مش هنجح بعد كده في الجامعه، مش هنجح بعد كده في حياتي العمليه، في حاجه مش هكمل، مش هنجح بعد كده في بيتي لما يكون ليا بيت، مش يعني لازم هقع. مظبوط. السلوك هو الاساس. احنا كنا بنتكلم على المسيح والتجسد. المسيح اتجسد ليه؟ عشان يورينا. بالظبط. يورينا. طبعا عشان يخلصنا وفي نفس الوقت يدينا نموذج نعيش عليه. احلى نموذج فعلا. كان ممكن يخلصنا بطرق تانية كتير، يعني ده ربنا وهو اللي بيوضع القوانين، وكان ممكن يحط لنا قوانين زي ما يحب، لكن حب يدينا القانون الأصعب أو اللي فيه جهد أكتر وفيه تعب أكتر عشان نعيش بالنموذج دوت طول حياتنا. هو لما المسيح كان بيطلع مع تلاميذه بستان جسماني، كان هم بيناموا، كان هو بيعمل إيه؟ جدية. بيسهر يصلي. هو جد. هو ليه بيسهر؟ هو محتاج للصلاة عشان ربنا يعني يعلمنا احنا، عشان يورينا الالتزام في الصلاة بيبقى عامل ازاي. مظبوط. يورينا الالتزام في الصوم كان عامل ازاي، يورينا الالتزام في محبة كل إنسان كان عامل ازاي، في اهتمامه بحتى الناس الخاطية خالص زي السامرية والعشار. فنجاح خطته مرتبط بسلوكه الناجح. مظبوط. يعني تخيل لو المسيح كان جه واحد متجوز 15 واحدة وبيشرب وبيعمل وبيسوي وعايش حياته بالطول والعرض، كان هيبقى ده النموذج اللي احنا نقدر نعيش بيه؟ ما كناش هنتكلم بيه حتى بالطريقة اللي احنا بنتكلم بيه دلوقتي. مظبوط. كان هيبقى الموضوع مختلف كتير. لا، ده جه بأحلى نموذج، ادانا نموذج حي نعيش بيه. احنا كمان كده لازم نعيش على المستوى ده، نحط خطة في حياتنا. الخطة ديت يبقى جانبها روحي، جانبها عملي اللي هو دراستنا وبيوتنا وحياتنا، وجانب كمان سلوكي. السلوك يكمل باقي الخطة. طبعا. طب نقدر نقول اللي انت قلت، نحط نظام نبقى جد وملتزم فيه، وبكمل بسلوكي الكويس برضو في كل المجالات، في بيتي، في شغلي. تمام. المسيح عايزنا نموذج حي نعيش بيه. انت عارف المسيحية في القرون الأولى ما كانش فيه كتاب مقدس، ما كانش فيه كنيسة بالمعنى الكنيسة الموجودة دلوقتي. طب انتشرت المسيحية ازاي في العالم كله بالصورة الفظيعة دي؟ بالسلوك. كانوا بيشوفوا أشخاص عايشة الحياة المسيحية حقيقي. مظبوط. محبة، تواضع، تصرفاته، نجاح في كل التفاصيل. نجاح حقيقي، مش نجاح مصطنع أو نجاح إن أنا بمثل إن أنا ناجح أو بمثل إن أنا كويس أو نجاح حقيقي. نموذج حي الناس شافوه وتأثروا بيه وحبوا يعيشوا النموذج ده أحسن من 100 وعظة. كان في مقولة حلوة يعني بيقول إن
العالم مش محتاج للوعظ، لان الوعظ بقى كتير جدا. مظبوط. محتاج لايقونات حقيقيه نشوفها ونعيش على اساسها، نحتذي بيها، زي المسيح، زي اشخاص كتير جدا موجوده في حياتنا، زي شباب ما قالوا باباهم، او اللي قال حد معين ناجح جدا في حياته. لو قدرنا نوصل للصوره ديت في حياتنا هنقع كتير، لكن في كل مره هنقوم هنبقى اتعلمنا حاجه واستفدنا حاجه ووصلنا لحاجه. طبعا ده هيفرق في حياتنا بصوره كبيره جدا. انا افتكر جمله اثرت فيا قوي. حد مش مسيحي قال لحد مسيحي انا عارفه قريب مني، قال له انا حبيت الدين بتاعكو بسببك، بسبب ان هو طول الوقت الشخص ده زي ما احنا ما بنقول هو مثل حي فعلا. هو الشخص ده محترم، بيهتم، بيحب، شخص فعلا صورة المسيح. فقال له الجملة دي، قال له انا حبيت الدين بتاعكو بسببك. فقد ايه دي. طب هقول لك قصه بسرعه تفكرتني بيها. طيب قول لي. كان مره في الشغل عندي في راجل مش مسيحي، وكان راجل كبير في السن وكان دكتور جامعه يعني. فمره كان قاعد معايا وكان دكتور وكان راجل جميل خالص يعني. قاعد معايا فسالني سؤال، قال لي ممكن اسالك حاجه في الدين يعني؟ قلت له تحت امرك. قال لي هو الست الزانيه عندكم بتعملوا معاها ايه؟ فقلت له المفروض بيحصل طلاق وهي ما بتتجوزش تاني بس بنسمح لجوز. قال لي لا مش قصدي كده، قصدي كقانون بتعملوا معايا هنوقفها ونضربها بالنار. هو عايز يسمع ده. اللي هو نفس الفكر يعني. ففتحت له الانجيل وجبت له المرأة الممسكة في ذات الفعل. اوكي. وقريت له الانجيل. تأثر جدا بموقف المسيح. عايز اقول لك عينيه دمعت سيكا من رد الفعل. وقال لي بص، لو احنا بنقول على الشخص ده مش ربنا، بس انتوا لكم حق تعبدوه. انسان بالصورة الجميلة ديت، انسان هو اتصدم من رد الفعل اللي حصل بالظبط من واحدة. لا ارجموها، لا اذبحوها، لا قال لها ولا حتى انا ادينك. تخيلي لما ربنا واقف قدام امرأة مسكوها هي بتزني بيقول لها كده. لا المسيح ابعد يا جماعة من كده. فتخيل احنا لو عشنا على مستوى المسيح نبقى عاملين ازاي. لا ده محبة غريبة هنعيش فيها بالظبط. هنبقى في حتة يعني نتمنى ان احنا نقدر نعيش ده. ولو احنا كنا جادين في حياتنا، عارف المسيح قال جملة جميلة خالص، قال الأعمال التي أنا أعملها تعملوها أنتم أيضا وتعملوا إيه؟ أعظم منها. تخيل لما المسيح يقول لك تعمل أعظم من أعمال. فلو إحنا كنا جادين في حياتنا، هو المسيح شايفنا قديسين أصلا. طبعا شايفنا قديسين. وإحنا على المستوى ده لو كنا جادين في حياتنا بنحاول مش احنا لو إحنا كنا جادين حاطين خطة بنجتهد عشان ننفذها. لما بنقع ما بنيأس، بنكمل مظبوط لحد ما وصلنا ل50%، ل40%، ل10%. ده نجاح وتطور مزبوط. وخطوة لقدام. أنا لو على التراك الصح، مهما وقعت ومهما قمت أنا على التراك الصح. مظبوط كده. أيا كان أنا اتجاهي مظبوط. بالظبط. عارف المسيح من ضمن أساميه الطريق. مظبوط. يعني إن هو ده الطريق مش كله سليم ونضيف، مش كله كويس. في مطبات وفي حفر وفي بلعات حلوة كده كبيرة. لكن المسيح دايما ماشي معانا، وده اللي يطمنا، وده اللي يخلينا يدينا قوة إن احنا نوصل في النهاية لحضنه. مظبوط. بس الدور علينا لو احنا ملتزمين جدية. وفي جدية في حياتنا. الجدية هي كلمة السر. لو أنا جد هقدر أوصل لكل اللي أنا عايزه. لو أنا مستهتر ومدلع ومش عايز أشيل مسؤولية وما عنديش رغبة إن أنا أتعب، هعيش كده، مش هوصل لحاجة. هعيش. حتى لو نجحت في بعض الأمور مش هنجح في كل حياتي. هاجي في وقت من الأوقات وهقع. عشان كده بتبسط حتى لما الاقي معانا شباب كتير بيشتغل، وشباب بيدرس فعلا. وبياخد كورسات وبيحاول يجتهد وبيحاول يشتغل على نفسه وعنده حلم، يعني يطلع مهندس ويطلع محامي عندهم حلم ان هم يقدروا ياخدوا خطوة كبيرة في حياتهم. مجرد الحلم حتى لو بسيط يعني يفرق كتير جدا. يعني موندي بيقول انا نفسي اطلع ممثل، بس يبقى في حلم. هو اسعى واجري وخليك جد، وفي نفس الوقت وصدق ان انت ممكن تبقى، صدق وخلي عندك قوة وثبات كامل في المسيح هيوصلك. من غير المسيح ممكن توصل ممكن توصل وممكن تنجح، لكن النجاح مع المسيح مختلف.
وثمره اكتر مم. ومكانته اعلى، والنجاح ذات نفسه بيبقى بصورة مختلفة تماما. لما تنجح وانت لوحدك غير ما تنجح والناس كلها بتحبك. لما مظبوط. تنجح وانت الناس متضايقة منك وبتاع، غير ما تنجح والناس هي اللي عايزاك تنجح، عايزاك الناس تبقى مديرها في شغلها، عايزاك تخش معاك الجامعة الفلانية، عايزاك تبقى الصورة الجميلة اللي هم نفسهم فيه. دي ليها طعم تاني. مختلف تمام. مظبوط. والمسيح عايزنا كده، واهلنا في بيوتنا عايزيننا كده، وخدامنا في كنيستنا عايزيننا كده. الدور علينا بقى جميل. نبقى جادين في حياتنا وفي الخطة بنحطها، ولا هنبقى يعني ايه عشوائيين كده. حبيبي مبسوط ان انت كنت معانا. ميرسي خالص يا بأمانة. امير، انا دايماً مبسوط جدا يعني بتبسط لما بتكلم معاك. شكرا خالص يا تبقى امير. معانا تاني ان شاء الله. ان شاء الله. نتمنى لكم سنة كلها ثمر ونجاح، ونحط حاجات نبقى ملتزمين بيها وجد فيها، ونكمل في علاقة مع ربنا. كلنا نحاول نعمل ده، وهنستناكم في حلقات جاية كتير. شكرا.